الآن كلمة مريم بنت أخونا العزيز المهندس يحيى حسين. مساء الخير. هو انا اول مره احضر انا ووالدتي حاجه زي كده. هو المهندس يحيى بابا يعني دايما مخلينا بعاد بصراحه، بس احنا عارفين ان انتوا دايما بتطلبوا بالافراج عنه ودايما فاكرينه في بالكم. بس الصراحه بعد الاعتداء يعني اللي حصل له في المحكمه بطريقه وقحه قوي، وكمان القاضي بعد ما قدمنا البلاغ رفض ان هو يسمع منه، واتأجلت جلسته 3 شهور ونص. فالموضوع بقى زيادة قوي وما بقيناش مستحملين، وحرام يعني. بابا بعد 3 سنين ونص الحبس الاولاني او الاعتقال الاولاني، هو لما خرج ما كانش مثلا بيكتب عن معاناته في السجن، ده بالعكس كان برضو بيطلب بالافراج عن المعتقلين، كان بيكتب عن الدولة، عن بيع الاراضي. فكتير قوي يعني كتير قوي، 3 شهور في 3 شهور في سنة. يعني اعتقد كلكم عارفين المهندس يحيى بثقافته وفكره، حرام يبقى جوه يعني. بس شكرا. والدة محمد القعقاع. شكرا يا جماعه على حضوركم، وشكرا على العدد الكبير ده، وشكرا ان انتم بتحاولوا ان انتم تساعدوا في طلوع المعتقلين او بناء الرأي زي ما بيقولوا. ده ثالث او رابع حوار احضره، ما عنديش كلام جديد اقوله، هو نفس الكلام اللي بقوله كل مره، بس كل مره العدد بيزيد، مره كان سنه، مره بقى سنه و3 شهور، مره بقى سنه و7 شهور. فكل اللي بيحصل ان عدد الشهور لحبس ابني بتزيد، وما عدتش عارفه اعمل ايه. انا واحده من الناس انا ما عدتش قادره استحمل، بجد ما عدتش قادره استحمل. سنه و7 شهور من لا شيء، واحد عمل توكيل لحزب ايا كان بقى صح غلط اللي هو عمله، في حاجه اسمها يعني حوار، او انت عملت كده ليه او ما عملتش كده ليه، لكن حبس سنه و7 شهور. مهندس عمره يروح جوه السجن عشان عمل توكيل لحزب، عشان قال رايه، عشان عايز يعبر عن رايه. انا شايفاه كتير قوي 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 قوي. والمشكله ان ملهاش حد، ملهاش نهايه. لامتى؟ كل شويه في مناسبه ان شاء الله، المناسبه دي المناسبه اللي بعدها، كرهنا المناسبات، وكرهنا يتقال ان شاء الله على عيد، ان شاء الله في رمضان. يعني حتى ابني دلوقتي ما عادش بيستحمل اقول ان شاء الله هانت، ان شاء الله هتفرج. اللي كان بيصبرني واللي كان مديني الدعم النفسي اكتر من سنه ونص، هو ذات نفسه ما عادش عايز مني الدعم، يقول لي ما تقوليليش مناسبات، مش عايز اسمع ذكرها. بجد تعبنا. انا واحده من الناس ما عدتش قادره اعيش، ما عدتش قادره استحمل، مش عارفه اعمل ايه والحل ايه ونكلم مين ونقول لمين. بس فعلا الوضع بقى سيء قوي 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 قوي. عايزين منه ايه؟ عايزين يطلع يعمل ايه؟ يكفر بالافكار، يكفر بالحريات. بجد انا مش عارفه، مش بلاش اقول يكفر بالبلد، هو بيحب البلد واحنا بنحب البلد وعايشين عشان البلد، ولو حصل حاجه في البلد احنا اللي هنضحي بنفسنا عشان البلد. بس هو هيبقى فين الانتماء؟ يعني هو فين الانتماء؟ فين الانتماء؟ انا اتحبست عشان ايه؟ ضيعت عمري عشان ايه؟ مستقبلي ضاع عشان ايه؟ ابني ما لحقش يشتغل، ابني ما لحقش يتخرج، دخل الجيش، دخل ضابط احتياط 3 سنين، طلع من ضابط احتياط للسجن. يعني الوضع بجد صعب. فين مستقبله اللي بيبنيه؟ فين فرحه ابني الكبير؟ فين فرحه ام بابنها؟ بيقول لي ما عدتش تجي لي زيارات. انا اللي المفروض اعمل، انا اللي المفروض اديلكم، انا اللي المفروض اساعدكم. انتوا ما عادش ينفع تساعدوني، ما عادش ينفع تقفوا جنبي. كنت بروح له كل 15 يوم، الاستثنائيه والاساسيه. قال لي ما عدتش تجي لي زيارات، ليكي مره واحده في الشهر تيجي فيها، ولو مش قادره ما تجيش، ما عدتيش تدوري لي زيارات. قلت له بستمد حياتي من لما اشوفك. يقول لي وانا بتعب بعد ما تمشي. انا بحس ان انا مسؤول بعد ما تمشي، انا كده متاقلم على الوضع، لكن بعد ما تمشي بحس ان انا مسؤول.
فانا بجد مش عارفه ايه الوضع وايه الحل. لو سمحتم يا جماعه يا اللي بتسمعوني ولا هتسمعوني افرجوا عن ابني وكل ابن وكل زوج، عشان الناس تعبت قوي 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 قوي. واللي بيتشاف في الزيارات صعب جدا جدا جدا، واللي بتسمعه الحكايات اللي بنسمعها ناس كتير قوي ما بتجيش هنا وناس كتير قوي مش ظاهره، بس الناس كلها تعبانه. شكرا شكرا. الآن البيان الختامي ويتفضل بإلقائه الدكتور الأستاذ الدكتور عبد الجليل مصطفى. البيان التأسيسي للجنة الدفاع عن سجناء مصر إلى سجناء. تأسيسا على الحقوق الثابتة التي تضمنها دستور مصر 2014 فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير وحظر ما قد يعوقها أو يقمعها من اتجاهات، وهذا وما يتوجب على السلطات العامة احترامه حال التحقيق أو احتجاز أو سجن المواطن الذي يمارس التعبير عن رأيه بكافة الوسائل المعروفة، ومع الأخذ في الاعتبار أن أكثر من 10 سنوات مرت ولا يزال آلاف السجناء وأسرهم يعانون من البقاء في الحبس رهن الحبس في أزمة ليس معلوما متى تنتهي، وكابوس مرهق يبثم فوق الصدور، ومع استمرار الدوران في حلقة المفرغة من الحبس الاحتياطي الذي أصبح يستخدم كعقوبة في حد ذاته تستهدف تقييد الحياة السياسية ومصادرة الحريات العامة تحت ستار الحرب على الإرهاب، حتى باتت تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية تلاحق الجميع، كما أصبحت كل طرق التعبير عن الرأي مجرمة بداية من الكلام إلى النشر إلى الرسم وصولا إلى البحث العلمي نفسه، إذ باتت كل الطرق تؤدي بالمواطن إلى قفص الاتهام، وهو ما فجر حالة من الغليان والاحتقان المجتمعي تجاه استمرار هذا النهج الظالم، ورغم أن السلطة الحاكمة
أطلقت خلال السنوات الماضية حوارا سياسيا مع الأحزاب والقوى الوطنية. قيل أن على رأس أولوياته إنهاء ملف الحبس الاحتياطي في قضايا الرأي، وقد سبقه إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي للنظر في أوضاع هؤلاء السجناء بهدف إنهاء هذا الملف نهائيا، إلا أنه وبعد إفراجات محدودة توقفت هذه اللجنة، بل وعادت آلة الحبس مرة أخرى لتطال الجميع. إن بقاء الكثير من سجناء الرأي رهن الحبس الاحتياطي الذي أصبح عقوبة مستمرة بذاته هو مصادرة لحق شباب في التطلع إلى مستقبلهم، وحق شيوخ في الراحة والعلاج والحياة الطبيعية، وكلهم أدوا خلال حياتهم الطويلة أدوارا وطنية مشرفة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكونوا سندا للإرهاب أو عونا لأية قوة تضمر الأذى لمصر. وإذا جاز أن تختلط الرؤى في فترات التحول، فليس من المقبول أن تستمر شماعة الإرهاب سيفا مسلطا على رقاب الجميع. إن استمرار التذرع بهذه الحجة التي يعرف السجان قبل السجين أنها غير حقيقية في وقت تحتاج فيه مصر إلى الرضا العام والسلم الأهلي، وهو ما لا يمكن أن يتوقف، بينما يطبع سجناء الرأي خلف الأسوار، وخلف كل منهم أسرة تعيش حياة مرتبكة في غياب عائلها. لهذا نهيب بجميع السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية أن تراجع هذه السياسة ونؤكد من جانبنا على حق جميع السجناء في محاكمات عادلة، ووقف ظاهرة التدوير على قضايا جديدة تعطل إخلاء سبيل سجناء الرأي. وبناء على كل ما سبق، فإن جميع الكيانات الحزبية والنقابية والشخصيات العامة المنضمة إلى هذه المبادرة اجتمعت وأجمعت على تأسيس هذا الكيان الحقوقي لتؤكد تمسكها بحق جميع سجناء الرأي في نيل حريتهم، وبضرورة تبييض السجون من سجناء الرأي. ونحن إذ نعلن تدشين لجنة الدفاع عن سجناء الرأي مصر بلا سجناء رأي، نرى ضرورة التأكيد على الحق المشروع لكل مواطن في أن يبدي رأيه علانية ملتزما في ذلك الدستور والقانون، ودون أن يتعرض لأي مصادرة لحريته أو يتعرض لأي عقاب أو تهديد يمس حياته أو تشويه سمعته أو تشويه سمعة أحد أفراد أسرته. ومن أجل تحقيق هذا الهدف حددنا مهام اللجنة على النحو التالي: 1. الضغط بكل الوسائل القانونية والإعلامية والسياسية المشروعة من أجل الإفراج عن كل سجناء الرأي والتضامن بكل الصور الممكنة مع سجناء الرأي، وتقديم الدعم لهم وتيسير متابعتهم لذويهم. 2. تلقي بلاغات حالات الاحتجاز أو الإخفاء القسري أو الحبس باتهامات تتعلق بحرية الرأي والتعبير أو ممارسة الحقوق السياسية. 3. تقديم الدعم القانوني لسجناء الرأي أمام الجهات القضائية المختلفة والجهات المعنية كافة. 4. الدفاع عن حقوق سجناء الرأي القانونية والصحية والمهنية مشروعا، وضمان ظروف احتجاز آدمية للسجناء
تلتزم بالمعايير القانونية طبقا للائحة تنظيم السلوك. 5. النشر في وسائل الإعلام والمتابعة الصحفية لكل الإجراءات التي تتخذ في مواجهة زملاء الرأي المخالفة للقانون. 6. إصدار تقارير دورية عن أحوال زملاء الرأي والنشرية على الرأي العام في وسائل الإعلام المختلفة وإبلاغ المؤسسات المالية لتحمل مسؤولياتها. انتهى البيان. شكرا لكم. معلش يعني كل ابن آدم كل ابن آدم متطور. نساي. وأخيرا فإن هذه اللجنة تؤكد حرصها على ممارسة عملها بموضوعية واستقلالية تامة وبجهود ذاتية. 3 محددات: الموضوعية، الاستقلالية، الجهود الذاتية، والتطوعية من جميع أعضائها. شكرا لكم. البيان هيتوزع على الساده الصحفيين اللي موجودين، واذا تبقى منه حاجه اشكركم، واحنا مستمرين في عملنا، مش مجرد ان احنا عملنا بيان واتفقنا. الحرية لكل سجين، الحرية لكل سجين.